السلام عليكم حبايبي الغاليين، كل سنة وانتم طيبين. هنعمل النهاردة القرص الطرية الفلاحي أو قرص الصايمين. هنعملها بطريقة حلوة وسهلة قوي، وبشكل مختلف عن الشكل العادي أو التقليدي. وما شاء الله طالعة طرية وهشة ودايبة في الأكل. وهنعمل منها قرص سادة، وهنحشي جزء منها بالعجوة. قرص اقتصادية جدا، وفي نفس الوقت ناجحة، وطعمها وريحتها في منتهى الجمال. ومش بنحتاج فيها لا الفرد ولا تخمير، بنعملهم في خطوة واحدة. ولو هتعملي كمية كبيرة منها، هقولك ازاي تحتفظي بيها وتكفي معاكي الأيام أو الأسابيع من غير ما تبرول أو تفرول منك، وتفضل طرية وطازة زي ما هي، وبتبقى حلوة أوي لسحور رمضان. وهقولك على تسويتها المظبوطة، وعمرها ما تنشف منك وتطلع طرية زي الملبن. حطي لايك للفيديو، ونسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا هعمل عجينة القرص بمزيج بين الحليب والمية، فهنحتاج لكوباية ونص من الحليب، وبنزود عليهم كوباية مية. كمية المية والحليب اللي هنستخدمهم في العجينة 550 جرام، وبنستخدمهم دافيين شوية علشان يساعدوا إن الخميرة تنشط أسرع، فالعجينة تخمر بسرعة. ونزلت عليهم بنص كوباية من السكر 100 جرام، وبيعادلوا بالمعلقة 6 معالق كبار. وضفت عليهم معلقة ونص كبار من الخميرة الفورية، وزنهم 15 جرام. ودوبوا السكر والخميرة مع الحليب، وأول ما بنقلب وبنلاقي رغاوي أو فقاعات هوا على الوش، كده بنعرف إن الخميرة شغالة وجودتها كويسة، فبنكمل عليها باقي المكونات. أما لو ما ظهرتش الفقاعات دي، فهتستنى لشوية وقت لحد ما تتأكدي من نشاط وجودة الخميرة، لأن نجاح القرص بيتوقف على جودة الخميرة اللي بتشتغلي بيها. ونزلت بكوباية إلا ربع من السمنة، وزنهم 180 جرام. وممكن تستخدمي نص الكوباية سمنة والربع الباقي زيت، ده لو حباها اقتصادية أكتر. وبعد ما قلبناهم، هننزل بالدقيق اللي هو مقداره كيلو دقيق. ولو هتعايريهم بالكوباية مش بالميزان، فبيطلعوا 8 كوبايات من مج الشاي. وبنكون نخلينه في الأول كويس قوي، علشان القرص تطلع معانا هشة وخفيفة مش تقيلة ومكتومة. وضفت عليهم نص معلقة صغيرة من الملح، يعني حوالي 4 جرام. ونوع الدقيق اللي أنا مستخدماه هو دقيق لجميع الأغراض. وبعد ما قلبت الدقيق وشربته السوائل، هنشيل الاسباتولا ونعجنها بإيدينا. فهنعجنها بإيدينا كويس قوي لحد ما تكون عجينة ناعمة وطرية، فما تخليهاش يابسة أو قاسية، علشان ما تطلعش القرص ناشفة أو تقيلة ومكتومة بعد التسوية. خليها طرية شوية علشان تطلع القرص معاكي هشة وطرية. ولو حابة تعمليها بحليب بس من غير ما تدخلي معاه مية، فهتنفع جدا. وممكن برضو تعجنيها بزبادي أو بلبن رايب، برضو بيكون حلو قوي. عايزة أقولك إن السوائل اللي حطيناها في أول العجن، اللي هما كوبايتين ونص، كانت مظبوطة معايا جدا، ومحتاجتش لأي سوائل تانية. انت بقى لو لقيت العجينة يابسة شوية، فممكن تضيفي لها معلقتين 3 مية أو حليب، لأن كل نوع دقيق بيختلف عن التاني. بص كده على قوام العجينة عامل ازاي، ناعمة وطرية في ايديا، بس مش بتلزق. وهنغطيها بستريتش راب وعليه فوطة، وهنسيبها ترتاح شوية، يا دوب بس على ما نجهز العجوة اللي هنحشي بيها القرص. وهنخلي تخمير العجينة يكون بعد التشكيل أفضل. وللحشوة هحتاج نص كيلو عجوة أو تمر، ضفت عليهم معلقة كبيرة سمنة ومعلقتين كبار سمسم، وعجنتها بالسمنة لحد ما تبقى قوامها ناعم وطري وسهل التشكيل. وبعملها كور مناسبة لحجم القرص اللي هنعملها بعد كده. وبحب أكورها كلها علشان بس تكون جاهزة للحشو على طول. ورجعت بقى للعجينة، فكانت ارتاحت وخمرت بسيط، يعني كان مرة حوالي 10 دقايق. فهنبدأ نشكل فيها، لأن زي ما قلتلك إن احنا هنخلي التخمير بتاعها بعد التشكيل، فبدل ما تخمريها مرتين وتستني الوقت طويل، فبنخمرها مرة واحدة وخلاص. ونقلت بقى العجينة قدامي، وهنبدأ نقطعها لكور صغيرة، وتقدري تعملي الحجم اللي انت عاوزاه. انا حبيت ان اعملها النهارده بحجم كبير شويه، فكان وزن كل قرصه 80 جرام. انت بقى ممكن تعمليها 70 جرام او 60 او حتى 50، يعني اي حجم يناسبك. وبمجرد ما بنكورها، فبنرصها في الصاج او الصينيه اللي هنسوي فيها على طول. وبنبعد مسافات بين كل كوره والتانيه، علشان بس لسه هنفردها فهتاخد مساحه اكبر. وبالنسبه للصاج اللي بنرصها فيه، فمش بندهنه باي ماده دهنيه، وما تقلقيش، هي مش بتلزق ولا حاجة. ورصيت الكور في الصاج وغطيتها بكيس تلاجة، علشان بس العجينة ما تنشفش من الهواء. وهنسيبها ترتاح شوية، يعني حوالي 10 دقايق ولا حاجة، علشان تتفرد أسهل وأسرع. ورصيت برضو الصاج التاني وغطيته بنفس الطريقة.
أنا خليت نص العجينة قرص سادة والنص التاني هنحشيه بالعجوة. بالنسبة بقى للقرص اللي هنحشيها عجوة، فهناخد أول كورة وهنفردها فردة بسيطة مش كتير، وبنخلي النص أو الوسط سميك شوية عن الأطراف علشان يتحمل الحشوة. وبناخد كورة العجوة وبرضه بنفردها شوية. أنا بحب أفردها شوية كده علشان تكون متوزعة في القرصة كلها، يعني لحد الأطراف. أما لو حطيتيها كورة زي ما هي كده في القرصة، فالعجوة هتكون في نص القرصة، أما الأطراف فبتكون فاضية. ولميت بقى العجينة وقفلت على العجوة كويس قوي، وبأكد على قفلها علشان العجوة ما تكونش باينة وتنشف أو تمرر. وقلبت القرصة واديتها فردة بسيطة قوي، وعاوزاكي تخلي سمكها وسط، يعني ما تكونش رفيعة قوي ولا سميكة قوي. وبناخدها وبنرصها في الصاج وبنظبط شكلها، ولو احتاجت لفردة كمان فبنفردها وبنظبط الدايرة بتاعتها، وبنكمل باقي الكمية بنفس الطريقة. شفت بقى سهولة أكتر من كده؟ القرص اللي بالعجوة دي بتكون خطيرة، والحلو فيها كمان إن حشوتها بتكون منها فيها، وكمان مغذية، والولاد عندي بيحبوها جدا. عاوزاكي كمان وانت بترصيها في الصاج خلي فيه مسافة بين كل قرصة والتانية، علشان لسه هتخمر وحجمها هيزيد وبيتضاعف عن كده، فما يلزقوش في بعض. وعلى ما خلصت الكمية اللي عملناها بالعجوة هنروح للقرص السادة، فهنلاقيها ارتاحت وهتتفرد معانا بكل سهولة، لأنك لو ما ريحتهاش فهتلم معاك وتبقى عاملة زي الأستك. فهنفرد كل قرصة بسمك وسط، يعني ما تخليهاش سميكة قوي ولا تخليها برضو رقيقة قوي، علشان تطلع في الآخر بسمك مظبوط. وعلشان العجينة أخدت حقها وارتاحت كويس، فهتلاقيها بتتفرد معاك بكل سهولة. أما بقى لو لقيتيها أثناء الفرد بتلم أو بتكش، فهتفرديها فردة بسيطة في الأول، وبعدين سيبيها 5 دقايق أو 10 دقايق، وارجعي كملي فردها مرة تانية، فهتلاقيها بتتفرد معاكي بعد كده بكل سهولة. وما شاء الله، دي الكمية كلها اللي عملناها من كيلو الدقيق. عملت صاجين كبار سادة وصاجين كبار محشيين عجوة، وهنسيبها بقى تخمر كويس على حسب تدفئة المكان عندك، فممكن تاخد نص ساعة على ما تخمر أو تاخد ساعة أو أكتر، ده على حسب المكان اللي بتحطيها فيه. خمرت عملت لها خطوط بالشكل ده، يعني خطوط بالطول مرة وعليها خطوط بالعرض مرة، علشان تديني الشكل الجميل ده في الآخر. أما لو عملت الخطوط دي قبل ما تخمر، فبمجرد ما تخمر هتلاقي الشكل ده هيروح ويختفي ومش هيكون باين. وممكن تعمل الخطوط دي مثلا بظهر سكينة أو بأي قطاعة أو سكرابر عندك، يعني بأي حاجة موجودة في مطبخك. وبعد ما عملت لها الشكل القمر ده، هنجيب بقى ربع كوباية حليب أو أقل، وهندهن بيه وش القرص بتاعتنا بالشكل ده. منها بيدي القرص لون حلو قوي أثناء التسوية، وكمان بيثبت لي السمسم أو حبة البركة اللي هنرشها عليها. وبعد ما بندهنها بالحليب هنرش على كل واحدة شوية من السمسم وكمان شوية من حبة البركة، فبيخلي شكلها في منتهى الروعة، وكمان الطعم والريحة مش قادرة اوصفلكوا جمالهم. وبالنسبة بقى للتسوية، فخلي بالك معايا كويس قوي، القرص من المعجنات اللي بتحب تستوي على نار عالية، فلو سويتيها على نار هادية هتنشف منك. هتسخن الفرن في الأول كويس قوي، وبعدين دخليها وحطيها على صاج الفرن نفسه. ولو فرنك حامي يبقى هتحطيها على تاني رف من الفرن علشان يكون قريب لصاج الفرن فيستوي أسرع وما تنشفش مننا. بنسويها على أعلى درجة حرارة في فرنك، يعني درجة حرارة 220 أو 250. وأول ما بتاخد لون من تحت بنولع لها الشواية علشان تحمر وتاخد لون من فوق. هي بتاخد تسوية حوالي ربع ساعة مش أكتر. وأول ما بتخرجيها من الفرن هتغطيها بفوطة 10 دقايق ولا حاجة، علشان بس ترد من الحرارة وتكون طرية زي الملبن. ولو عاوزاها تطلع بلون موحد زي كده، يعني كلها درجة لون واحدة، يبقى كل شوية دير الصاج وهو في الفرن على كل اتجاه شوية، هتطلع باللون القمر ده. ما شاء الله، مفيش جمال بعد كده. التسوية بتاعتها مظبوطة جدا جدا، ولونها روعة، كلها واخدة درجة لون واحدة، من تحت زي من فوق دهبي ممتاز جدا. قرص طرية وهشة وخفيفة زي الريشة. أما عن ريحتها وطعمها اللي يجنن، فمفيش كلام أقدر أوصفها بيه. عايزاك انت اللي تجربيها وتحكمي بنفسك على طعمها الرائع ده. قرص زي الملبن وأسفنجية جدا وناعمة ودايبة في منتهى الجمال. والسادة والمحشية بالعجوة أحلى من بعض، والعجوة طرية فيها وكمان متوزعة في كل القرصة. قرص ناجحة 100% واقتصادية وموفرة جدا، وهتكون حلوة أوي لسحور رمضان كل سنة وانتم طيبين. ولو عاملة كمية قرص كبيرة وعاوزة تحتفظي بيها، فهتخليها تبرد وبعدين تحطيها في أطباق أو في أكياس تلاجة،
وتقفلي عليها كويس وتدخليها الفريزر، وهتخرجيها قبل الأكل بنص ساعة أو ساعة، أو تدخليها الميكروويف، وهتكون طرية ونفس الطعم والريحة كأنك لسه خبزاها حالا. وبألف هنا. وكده خلاص خلصت وصفة النهاردة. يا رب تكون الوصفة عجبتك. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناة لو بتشوفيها لأول مرة. أشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.